صباح الفل عليكم. اقول لكم ليه انا في كذا فيديو عملته قعدت اقول للي لسه جاي امريكا جديد ما يشتريش عربيه الماني ويخليه في الياباني ويبعد مثلا على الكيا وعن الهانداي. لو انت لسه جاي جديد، هي المشكله كلها ان تصليح الالماني لو طلع فيه اي عيب، لان انت هتروح تشتريه مستعمل واكيد طبعا مش هتجيبه تحت وارنتي عشان وارنتي بيبقى غالي عليهم. فلما هتشتري عربيه الماني لو عيب طلع في العربيه هتصرف كتير. الميكانيكيه هنا برضو في امريكا زيهم زي في مصر، زيهم زي في اي حته تانية. الليبر والبارتس بتاعت العربيات الالماني مش رخيصه، فانت هتلاقي نفسك على حاجه ممكن تصلحها مثلا ب 200 300 دولار في عربيه ياباني، هتصرف مثلا 1500 ولا 2000 دولار عشان توقفها تاني في عربيه الماني. والعربيات الالماني علشان تقف صح هتصرف كتير. فعلشان كده انا بحب سواقه العربيات الالماني، هي كعربيه لوكسجري، عربيه جميله، عربيه ثابته على الارض. لكن كتصليح وكتكاليف، وان انت لازم تحط بريميوم جاس، وان انت لازم مش عارف تعمل ايه، وتحط نوع الاويل اللي يخش فيها ايه، ريح دماغك لحد ما ربنا يكرمك كده ويبقى معاك قرشين حلوين يعني، وتدخل دخل حلو كل شهر. هات يا عم عربيه الماني وحط عليها الوارنتي وتبقى اون ذا سيف سايد. لكن لو لسه جديد وبتبدا حياتك، انا عارف ان هم هاي performance كار وعربيات سواقتهم حلوه، خليك في الياباني. عايز تجيب ياباني هاي performance ويبقى حلو وسواقته حلوه، هات اللكسس. في لكسس اي اس 350، في جي اس، في ال اس لو بتحب الستايل بتاع ال 750 او الاس كلاس في المرسيدس او البي ام 750. في اوبشنز كتيره. بس هي الفكره كلها لو لسه بتبدا حياتك ما تخربش جيبك، هتصرف كل اللي قدامك واللي وراك عشان تبقى راكب عربيه لاكجري وهاي performance. بس كده. صباحكم فل.